برازيلي بس مصري، حريف بس مهاجم. لا ده احلام العصاري دي ولا ايه؟ اللاعب اللي قدامك ده اسمه جهاد ايمن العدوي، لاعب مصري اتولد في البرازيل من ام واب مصريين، مواليد 2011 يعني عنده 14 سنه في الوقت الحالي. بيلعب في مركز المهاجم مع نادي كورنتيانز البرازيلي، ولكنه مهاجم زي ما قال الكتاب. جهاد اتولد في ساو باولو في البرازيل، ولان نادي المدينه هناك هو ساو باولو انضم للاكاديميه بتاعته وبدأ في كره الصالات. كرة الصالات اللي هي مهمة جدا لمعظم اللاعبين البرازيليين اللي بيتم تأسيسهم، بتأسسهم بشكل تقني هايل، بيتعلموا ازاي يكون عندهم حلول في المساحات الضيقة او الصغيرة، وطبعا اللاعب البرازيلي معروف بده. فهي فكرة ممتازة مش موجودة عندنا في مصر، ولكن هي فكرة هايلة بتطبق في البرازيل من قديم الأزل. انضم للقطاع ولعب لأكتر من فئة سنية، ومع فريق تحت 13 سنة كان متألق جدا، كان واحد من هداف الفريق، وكان لاعب مقدم مستوى فعلا هايل. وبالمناسبه من صغره وهو هداف وبياخد جوائز فرديه، فهو لاعب من صغره مميز وواعد، والكل شايف انه يقدر يقدم حاجه كبيره في المستقبل. ولكن من سنه تقريبا او كام شهر يقرر الرحيل عن ساو باولو. ليه؟ لانه تعرض لعنصريه هناك، والموضوع ما تدناش، لا، لانه لاعب مميز انتقل لاحد اكبر الفرق في البرازيل بشكل عام وهو كورنتيانز البرازيلي، ومن هنا بدا ياخد وقت ويثبت نفسه ويقدم مستوى هايل. وواضح جدا اختلافه عن معظم اللي حواليه في القدرات البدنيه والبنيان الجسدي ما شاء الله. وجهاد احد هدافي فريق تحت 14 سنه، ومهاجم ما شاء الله عليه، شرس، هداف، بيستغل انصاف الفرص، وده مولود علشان يكون مهاجم مش علشان يكون في اي مكان تاني. وانا تابعت في بطوله كاتيجوريا اللي كانت بتتلعب من كام يوم، لا هو فعلا لاعب مميز ولاعب واضح انه عنده مستقبل كبير، وواضح جدا انه شغال على البنيان الجسدي بتاعه بشكل هايل ما شاء الله، طول بعرض بقوه، تحركات هايله، استغلال المساحات ممتاز، سريع، عنده حلول فرديه، يمكن مش سوبر ستار او برازيلي يعني زي فيني جونيور، هو مش اللاعب الحريف جدا، ولكن اللاعب اللي يكون عنده حل في الواحد على واحد لو استلم الكوره، وبيقدر يقدم تأثير واضح في الملعب، يمين وشمال شغاله، لاعب بيستغل المساحات زي ما قلت لك، انطلاقاته هايله. يعني مثلا هدف زي اللي قدامك ده، الكرة بتجيله بيسندها بكعب رجله، بتعدي من المدافع ياخده في ظهره يكمل يروح يسجل هدف. هنا برضه بيكمل في المساحة بشكل هايل، تتحط له الكرة يروح يسجل هدف. هنا برضه بيتحرك بشكل ممتاز يروح وبرضه يسجل. هو لاعب ممتاز جدا وذكي وعنده وعي في التحرك ما بين الخطوط، في انه يسبق المدافع، يحط المدافع في ظهره، لو استلم من احد الجناحين عنده حلول فردية مش ضعيف. انا بشوف انه مستقبل فعلا كبير ويقدر يقدم اضافة لمنتخب مصر. بس الغريب هو فين من منتخب الناشئين؟ هو حتى الآن ما انضمش لمنتخب الناشئين ليه أصلا؟ ده احنا ما فيش مهاجمين في مصر. فأنا هستنى الكومنت بتاعك، واوعى تنسى تعمل لايك علشان الحلقة دي تنتشر، وعلشان اللاعب يتشاف ويكون موجود في منتخب مصر. مش هنفضل نايمين ننا ونخسر لعيبة بكواليتي ممتاز يقدروا يقدموا إضافة لمنتخب مصر بإذن الله. وبالمناسبة في أكتر من حد اتكلم عن اللاعب، فأنا مش بقولك إن أول حد اتكلم عنه، بس على الأقل عرفت حاجات كتير جدا عن اللاعب، وريتك او فرجتك على امكانيات اللاعب في فيديو مش موجود اصلا على يوتيوب. ده كله انا قص من مباريات، يعني كنت مهتم جدا ان اعرفك من هو جهاد ايمن العدوي، اللاعب المصري البرازيلي اللي موجود مع كورنتيانز في الوقت الحالي. اتمنى توحد الله وتصلي على النبي، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي، او اللي اسمها سكاوت اي كيو، بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك. فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام.